أهلا بكم وأهلا بحضراتكم وأهلا بكل هذه الأحاديث التي دائما تمتلئ بهذه العبارات، بعبارات الترحاب وعبارات التي دائما تشكل واحة من الحب والجمال والراحة والأريحية. نورت مصر، تعبير مصري أصيل، تعبير يشجعك دائما على أن تزور وأن تسمع وأن تستمتع. فأهلا بكم في هذا البرنامج وفي الفقرة الثانية مع الأستاذة هند إبراهيم. أستاذة هند أهلا بك، الباحثة الأثرية والتاريخية والعاشقة والمحبة للتاريخ. في المشهد أو في الفصل اللي فات شفنا هذا الجامع المطل من علياء القاهرة ويطل على معظم أحياء القاهرة، وبإمكان الناس في زيارتها لقلعة صلاح الدين وهي تزور جامع أو مسجد محمد علي باشا أن تشاهد وأن تطل على كل أحياء القاهرة بشكل فيه تأمل شديد لكل تفاصيل المدينة. مسجد محمد علي باشا، يعني قبل أن أدخل إلى المسجد وجماليات المسجد وهذا الطراز العثماني وبلمسات مصرية وبحضور مصري طاغي وكبير وجميل، وأصبح أحد أهم معالم مصر التاريخية والأثرية والقاهرة تحديدا. متى بدأ حبك للتاريخ؟ يعني هو كان من بداية دراستي للتاريخ أصلا في سنة رابعة ابتدائي. في البداية خالص بدأت أحب التاريخ. بدأت إن أنا أبحث أصلا عن عناصر مختلفة. يعني كنت طفلة صغيرة بس ببحث بره المنهج بتاعي، فبدأت إن أنا أعرف معلومات كتير. من بعدها قررت إن أنا هدخل آثار، بس طبعا الأزهر مش فيه آثار، فدخلت القسم الأقرب وهو قسم التاريخ. التاريخ بوابة كبيرة كبيرة جدا. ما هو التاريخ عرفناه من الآثار بالظبط. ومن أشياء أخرى، ولكن الآثار أحد أهم الروافد المعرفية لمعرفة التاريخ. الآثار هي الجزء اللي بيخلد أي حاجة بتتعمل لأي شخص بيعدي في التاريخ، والآثار هي اللي بتبقى باقية للشخص بعد ما يتوفى أو وقت ما هو موجود برضه. يعني عشان كده اخترتي التاريخ، والاختيار الذي يبنى عن حب بيحدث فارق مع الإنسان. طبعا. إلى أي مدى أحدث هذا التخصص وهذا الاختيار الذي تم تحديده من البداية أحدث فارقا في حياتك؟ هو أحدث فارق كبير. كفاية إن الشخص بيطلع لوحده بيكتشف بلده، بتعرف انت بلدك فيها ايه وايه قيمتها بينها وبين البلاد التانية بره. يعني انت مهما طلعت بره مش هتلاقي زي آثار بلدك او قيمة الآثار اللي انت موجود عندها. فقيمة الآثار من قيمتك انت الشخصية. انت عارفه يا استاذه هند، لما الواحد بيزور اي مكان في بره يقول يا سلام، ده الجزء ده في منه الحته دي في شبهها في مصر، فتحس ان فعلا. وبس مش كل حاجه في مصر تلاقيها في اي مكان لا تاني. طبعا. عشان كده هي مصر ام الدنيا. طبعا. سيدنا نوح بيقول ايه؟ مصر ام البلاد وغوث العباد. ام البلاد وغوث العباد. نحكي بقى عن محمد علي باشا. احكي لنا الحكايه وحكايه الجامع وجمال الجامع والنجفه 300. يعني اللي بيزور جامع محمد علي، وطبعا اكيد كلنا عايزين نقول حتى معظمنا زار. احنا مش هنتكلم عن السياح اللي هم يعني منذ سنوات طويله والزيارات لا تنقطع عن القلعه وعن مسجد محمد علي، ولكن بنتكلم المصريين الشغوفين جدا بالزيارات هناك، والمدارس اللي كانت بتطلع دايما الرحلات المدرسيه الحلوه دي اللي بدينا معاها، نعرف القلعه ونعرف المتاحف اللي هناك، المتحف العسكري ومتحف الشرطه جامع محمد علي او مسجد محمد علي، والمنبرين، المنبر الاخضر والمنبر المرمر والنجفه 365 بعدد ال 365 يوم عدد ايام السنه. احكي لنا بقى الحكايه. في الاول لازم نعرف ان محمد علي مش مصري، لان دي معلومه مغلوطه كتير. بيقولوا ان محمد علي مصري، لا، محمد علي قيل ان هو الباني، جايب مع فرق الالبان او الارناؤوط اللي جت مصر ايام الحمله الفرنسيه، او ان هو تركي او عثماني. محمد علي لما جه مصر، لا بس هو المؤكد انه الباني.
ايوه المؤكد ان أقوال هو تاني ألباني، في أقوال أخرى فلازم نوازن بين القولين. أنت بتعرض الأقوال يعني، بالظبط كده يعني ده والفرق الموجود. الانكشارية والأرناؤوط. بالظبط، فهو محمد علي من فريق الأرناؤوط والألبان اللي جت مصر أيام الحملة الفرنسية. وأبوه إبراهيم آغا هو كان تاجر التبغ. تبغ. مم. تاجر التبغ. بعد ما توفى جه إسماعيل باشا أو إسماعيل آغا برضو، هو اللي تولى تربية محمد علي لأنه في الوقت ده كان صغير. بقى عنده 14 سنة التحق بالجندية، التحق بالجيش، ويتجوز من أمينة هانم، أنجب منها 3 أولاد وبنتين. بعد كده بعتوا السلطان العثماني إلى مصر مع ابن إسماعيل باشا اللي هو تولى تربيته علشان يحاربوا الحملة الفرنسية اللي موجودة في مصر. طبعا احتلال مصر للحملة الفرنسية كان 3 سنين. فهم جم يقاوموا الحملة الفرنسية. 1798 لحد 1801. بالظبط. أو 1800 بالظبط. آه. فمحمد علي بقى لما جه مصر اول حاجه عملها هو كان مع ابن اسماعيل باشا اللي تولى تربيته عشان يطلعوا الحمله الفرنسيه. بعد ما الحمله الفرنسيه طلعت بره مصر بدأ محمد علي يتطلع للسلطه وللحكم، ان هو عاوز يبقى حاكم او والي مصر من قبل السلطان العثماني. مم. فالثورات اللي كانت بتحصل في الوقت ده المفروض ان محمد علي موقفه مع الدوله العثمانيه، لكن محمد علي كان زي ما بنقول بيلعب بيهم شطرنج. فكان شوية يبقى مع الدولة العثمانية، شوية مع مصر، وشوية مع الأتراك، لحد ما وصل فعلا للحكم. ووصل للحكم بتأييد من الزعامة الشعبية، يعني هو كان بيساعدهم، عاوز يوصل للحكم بس من غير ما يطلبه، بحيث ان هو ما بعد يبانش انه خورشيد باشا. طمعان. بعد خورشيد بعد باشا. خورشيد، بعد بحيث ان هو ما الوالي يبانش هو التركي اللي خورشيد طمعان. باشا. بالظبط. يعني في سنة 1805 صعد إليه أئمة الأزهر، واللي أبدوا الرغبة الشعبية، أبدوا له أن في رغبة شعبية لأن يكون واليا على مصر. وده سنة 1805 بالظبط. وأصبح واليا على مصر بعد ذلك. بالظبط، هو وصل لولاية مصر بتأييد من الزعامة الشعبية ده اللي صحيح. بعد كده كانت واحدة السيد من عمر مكرم ضمن. نقيب الأشراف. بقت الزعامة الشعبية واحدة من ضمن العقبات اللي بتواجه محمد علي، مع انها هي اللي ساعدته، لان القوة اللي توصله للحكم هي ممكن تكون القوة اللي هتشيله من الحكم لو انقلبوا عليه بعد كده. أيوه، يعني محمد علي بتاريخه يعني من سنة 1805 لحد 1848 49، يعني في الفترة دي، في الفترة الأخيرة من حياته، تولى إبراهيم باشا لمدة 6 شهور في حياة أبيه. بعد يعني ما تنح، أو بعد ما يعني الظروف اللي جعلته يبتعد عن الحكم في الفترة الأخيرة في حياته، يعني أحدث الكثير والكثير والكثير. فكرة الجامع جت إزاي؟ طبيعي ان محمد علي لما يتولى حكم مصر لازم يعمل صرح عظيم يتكلم عن قوة الدولة وقوة الحاكم نفسه، وان الدولة دي لا تقهر. فبدأ محمد علي يخطط لبناء الجامع، اختار له اعلى نقطة في القاهرة، بحيث ان جامع محمد علي بيطل على القاهرة تما. ان اي شخص موجود في اي مكان يقدر في القاهرة يستطيع إنه يقدر يشوف القاهرة كلها. يقدر يشوف، واي حد طب عشان موجود نشوف في حتى الصور، القاهرة. يمكن نشوف صور قدامنا تقريبا أو ايوه، اي حد موجود في القاهره في اي حي من الاحياء يقدر يشوف القباب بتاعه الجامع والمآذن، غير ان انت لو فوق في الجامع هتشوف القاهره كلها. فهو مختار له مكان مميز وموقع استراتيجي، وهو اعلى نقطه في القاهره في جبل المقطم في قلعه صلاح الدين الايوبي. زي ما احنا شايفين ان والقلعة موجودة على 20 جنيه. اه 20 جنيه يعني رمزيه جامع الورقة 20 النقدية جنيه فئة 20 جنيه. ودلوقتي مع الاهتمام العظيم والإرادة السياسية واهتمام القيادة السياسية بمظاهر مصر الحضارية، والاهتمام، تشوف القلعة دلوقتي بما يسمى بحرمها الأثري من الجهات التي يعني كنا نحلم في لحظة من اللحظات ان احنا نشوف القلعة بالحرم الأثري بتاعها بهذا الشكل اللي بنشوفه النهاردة، واحنا مستمتعين وفخورين بهذا الشكل. وانت ماشية في صلاح سالم، وانت ماشية في الشوارع التانية اللي ما كنتش تعرفي تشوفي القلعة بشكلها الجميل، دلوقتي لا، تشوف القلعة وتشوف الحرم الأثري وكل ما يحيط بالقلعة من الآثار بتاعتها، وتتأملي يا أستاذة هند بشكل إيه؟ بشكل يدعو للفخر.
ده حقيقي، لان اه الترميمات والكشوفات الدوريه اللي بتتعمل في الجامع، سواء في تنظيف الزجاج او في الترميمات اللي بتحصل في الجامع، بيعرفوا ايه القصور اللي موجوده في او الجامع الاهتمام بالمحيط الاثري، ويصححوها. بالمحيط الاثري وبالمحيط النهارده الاثري اللي ده اهم شفناه حاجه. وبنشوفه، واهتمام عظيم. ده حقيقي، ده اللي بيظهر شكل الجامع كمان، ان المتخصصين وفرق الترميم المتخصصه هي اللي بتتولى الترميم، فده بيحافظ على شكل الجامع الحقيقي. وملء الفراغ، يعني الفراغ كله بقى مملوء بالجمال. بالظبط. يعني بعيدا عن اي ملوثات، بعيدا عن اي حاجه تحجب رؤيه الاثر، لان الاثر له حرم، له الحرم الاثري، ده مساحه، من خلال هذه المساحه لا تستطيع اي حواجز تمنع رؤيه الاثر. دلوقتي انت الاثر بتشوفيه بشكل كامل وجميل، وكل الطرق المؤديه اليه طرق معبده ممهده مزينه، آه، منارة حتى بأشكال مختلفة تأسر العين وتجذب السياح. ده حقيقي، لان الاهتمام بالجامع لازم يكون موجود. انت بتبرز جمال الجامع، خصوصا ان جامع محمد علي ايقونه من الايقونات اللي موجوده في مصر، مختلف في التراث، مختلف في طريقه البناء وفي التصميم وفي كل حاجه، فهو ايقونه لازم نهتم بيها لان هي بتبرز وجهه تحكي لنا الدوله. عن تفاصيل. طبعا المعروف ان محمد علي باشا ما حضرش افتتاح الجامع. بالظبط. خلينا نتكلم شوية ونشوف جماليات هذا المسجد، الطراز الذي بني عليه. جامع محمد علي مبني على الطراز العثماني، مم. داخل فيه كمان التأثيرات البيزنطية وتأثير الفن الإسلامي، ففي مزيج بين الحضارات وبين الثقافات، لأن المهندس اللي بنى جامع محمد علي يوسف بشناق ما كانش مصري، هو كان تركي. محمد علي جابه من تركيا علشان يتولى بناء الجامع، فطبيعي ان المهندس لما هيجي هيبني بنفس الطريقة اللي هو بيبني بيها في بلده، فانت كده بقيت مميز في المكان اللي انت بتبني فيه، بتراث مختلف وبالطبيعة المختلفة. التصميم العثماني مختلف جدا عن التصميم المصري، لان احنا عندنا في مصر الجامع عبارة عن الصحن حواليه الأروقة، وفي النص النافورة. ده طبعا اللي هو غير اللي هو زي مسجد الفسطاط، بالظبط كده. زي مسجد الازهر، جامع الازهر. كل الموجود عندنا في مصر الجوامع وليس مساجد، اه لان الفرق انت تشيل المنبر بقى مسجد، حط اه المنبر بقى جامع، فكل اللي موجود في مصر هنا جوامع وليس مساجد. في السعودية موجود لحد دلوقتي في مسجد وفي جامع. م- م. طب الجمعة بتتصلى في الجامع، وقت الصلاة اسمه العادية بيبقى فيه اسمه مسجد. المسجد الجامع. بالظبط كده، اه اسمه المسجد الجامع. اه في جامع محمد علي قلنا ان الطراز مختلف. الطراز في مصر قلناه، الطراز في الدولة العثمانية بيبقى عبارة عن الصحن، وفي برضو الفسقية او النافورة وحواليه الأروقة. بعد كده عندنا جوه السلطان حرم حسن مثلا، الصلاة. هرم مصر الرابع، هرم يعني مصر السلطان حسن المسجد الأكثر يعني حضورا. من آه، أجمل المساجد اللي موجودة في مصر، طبعا جامع السلطان طبعا. حسن. اه بعد كده عندنا في جامع محمد علي في بقى حرم الصلاة، ده المكان المخصص للصلاة، بيبقى مغطى في القباب بشكلها المميز، مش موجودة في مصر غير في جامع محمد علي. كمان عندنا المنبر الخشب الأخضر، وهو المنبر الأصلي بتاع محمد علي، وبعده المنبر المرمر اللي عمله الملك الملك فاروق. فاروق. مم. طب في ناس بتقول ان الملك فاروق عمل المنبر ده عشان مكروه او حرام ان احنا نخطي رقاب المصلين، انما لا، هو الملك فاروق قرر انه يعمل المنبر جنب منبر جده علشان يسيب بصمة في الجامع اللي جده عمله. طب ما هو ممكن كان يعمل المنبر المرمر اكبر من المنبر الخشب، ايوه. ولكن ده احتراما لجده عمل المنبر بتاعه بحجم صغير. النجفة الكبيرة بقى اللي فيها 365 هدية مشكاة. لويس آه، لويس لمحمد علي، مع الساعة اللي موجودة، هدية. برج الساعة لويس اه ملك فرنسا. ايوه. ده اداها له هدية مع برج الساعة اللي موجود في الصحن. فيها 365 مشكاة بعدد أيام السنة، ودي بترمز، دي من ضمن الرمزيات اللي موجودة في جامع محمد علي، إن هي بترمز لعدد أيام السنة. مم. بعد كده عندنا في مقصورة المقصورة اللي احنا بنشوف اتدفن حتى يمكن فيها. في صور بتظهر دي كده. النجفة، هدية لويس. بعد كده في المقصورة اللي اتبنى فيها، اللي اتدفن فيها محمد علي. والمقصورة ديت من النحاس، ودي بتدي الطابع السياسي مع الطابع الديني والإداري في جامع محمد علي، ان هو ليه أهمية مش بس دينية، لا هو ليه أهمية تاريخية. إن مؤسس مصر الحديثة، ده المكان اللي اتدفن فيه، ان مؤسس مصر الحديثة
هو اللي اتدفن في المكان ده، فده بيديله القيمة الإدارية والقيمة التاريخية. وده يعني المنبر الأخضر ده المنبر والمنبر الأخضر ده. المرمر، ده يعتبر من أكبر المنابر في مصر. دي القبة من وعلى ما بره. أذكر إن المنبر في جانبه كده عشان الإمام حتى يعني يستطيع أن يمشي بدون أي مساعد، بالظبط. أن يساعد الإمام في الصعود للمنبر ويتلمس الخطى يعني بشكل واضح جدا جدا جدا. بدون مساعدة. يعني مصمم تصميم رائع وغاية في الروعة من والدهشة. أكبر وأجمل المنابر اللي موجودة في قبة مصر. الجامع. قبة الجامع، الجامع الأول اللي هو بشكل دائري، داير مربع، عذرا، هو بشكل مربع، اتعمل فيه 4 دعامات، كل دعامة اتوصلت بالتانية بحاجة اسمها أرش أو عقد، فبالتالي عملوا عندنا دايرة، ال4 عملوا دايرة، حلها الهندسي إن يتعمل فوقها قبة، القبة الكبيرة، ودي كانت أول حاجة اتعملت في سقف جامع محمد علي. بعد كده بقى في مثلث بين كل كتف والتاني، ده عمل نص قبة، لأن احنا بنعمل 4 أكتاف بيعملوا قبة كاملة، طب اقسم كتفين يعملوا نص قبة. خلينا نروح جولة كده سريعة داخل جامع محمد علي بالقاهرة، تحديدا في قلعة صلاح الدين، ونرجع لحضراتكم. القاهرة بأهم مكان أثري إسلامي مدرج في التراث العالمي ضمن القاهرة الإسلامية، وهو مسجد محمد علي باشا الذي تم إنشاؤه سنة 1830 ميلادية. يمتزج في مسجد محمد علي القابع بصلاح الدين الأيوبي بالزخرفة والعمارة إلى أبعد الحدود، ويعتقد البعض أن قلعة صلاح الدين الأيوبي هي قلعة محمد علي باشا لشهرة هذا الجامع بها، كما يسمى أيضا جامع المرمر، وهو نوع من أنواع الرخام النادر الذي قسي به. رأى محمد علي الحاجة الماسة إلى إنشاء مسجد لأداء الفريضة وليكون مدفنا له، فوقع اختياره على مسجد السلطان أحمد بالأستانة، واقتبس منه مسقطه الأفقي بما فيه الصحن والفسقية مع تعديلات قليلة. يمتاز المسجد بتأثير الفن البيزنطي على تصميمه، وهو في مجموعة يكون شكلا مستطيليا ينقسم إلى قسمين. القسم الغربي وهو الصحن تتوسطه فسقية للوضوء، أي أن المسجد يشتمل على 4 أبواب، ومن الباب الذي يتوسطه الجدار البحري للمسجد ندخل إلى الصحن. يحيط به 4 أروقة ذات عقود محمولة على أعمدة رخامية تحمل قبابا صغيرة منقوشة من الداخل، ومغطاة من الخارج بألواح من الرصاص وبها أهلة نحاسية. في وسط الصحن المكشوف نجد قبة مقامة على 8 أعمدة رخامية، ويتوسط الرواق الغربي بالصحن برج من النحاس المخرم والزجاج الملون بداخلها الساعة الدقاقة. والقسم الشرقي من المسجد المعد للصلاة عبارة عن شكل مربع تتوسطه قبة مركزية مرتفعة قطرها حوالي 21 مترا وارتفاعها حوالي 52 مترا عن مستوى أرضية المسجد. والمحراب من الرخام المصري يجاوره المنبر الرخامي الجديد الذي أمر بعمله الملك فاروق الأول، وبالقرب منها المنبر الخشبي القديم بالمسجد، وهو أكبر منبر في الآثار المصرية القديمة. ولا يكفي أن يدهشك جمال المكان، وإنما لو استمعت لصوت تردد الآذان لذبت فيه عشقا في هذا المسجد الرائع. يوجد قبر محمد علي داخل المسجد في الركن الغربي، ويصل وزن القبر إلى حوالي 10 طن من الرخام، يتألف من تركيبة رخامية حولها مكسورة من النحاس المذهب وتسمى المقصورة النحاسية، ويصل وزنها إلى 80 طن من النحاس الأصفر المطلي بالذهب. سمي محمد علي بمؤسس مصر الحديثة، ووضع على قبره 3 عصور الفرعوني لوجود اللوتس والبردي ووجود الأرابيسك، ويسمى بالباروك. نجد أيضا أنه منقوش عليه بالعربي والي ملك مصر حضرة محمد علي، ويقصد بها الأرض والشعب. أما هذه السجادة الأصلية وهي كانت من أيام محمد علي، فصنعت قطعة واحدة طولها 2050 مترا، وقام محمد علي بجلب النساجون من تركيا. اهلا بحضراتكم. يمكن برضو الصور بتوضح الكثير من الجوانب الجماليه والمعماريه داخل
جامع محمد علي، واللي مليئة بالرموز ومليئة أيضا والاهتمام الكبير بجامع محمد علي والترميمات اللي حصلت فيه. كلمينا عن مراحل التعامل مع جامع محمد علي. في البداية جامع محمد علي أول ما بدأ يتبنى طبعا جاب له المهندس التركي بالتصميمات المختلفة، الطراز المختلف، في رموز كتير بتدل على الجانب الروحي والجانب الديني، زي الكتابات والنقوش اللي موجودة في جامع محمد علي. مكتوب فيه سورة الفتح اللي موجودة في معظم جامع محمد علي، كمان قصيدة نهج البردة للإمام البوصيري، لأن معظم احنا عندنا البردة للإمام البوصيري ونهج البردة لأحمد شوقي بالظبط لأمير كده. الشعراء. نهج قصيدة البردة بتاعت قصيدة الإمام البردة البوصيري كان للإمام البوصيري. المصريين في الوقت ده بيعتزوا بيها جدا، لأن هي كانت محببة للنبي صلى الله عليه وسلم. كمان من النقوش البردة تحديدا للإمام البوصيري هي كتبها الإمام البوصيري حبا في سيدنا النبي صلى بالظبط. الله عليه وسلم، وهي يعني كتبت هنا في مصر. الإمام البوصيري عاش في مصر ودفين الإسكندرية بجوار سيد المرسي أبو العباس، وكم لهذه البردة من حضور كبير في مجالس الذكر وعند المحبين، وموجودة أبياتها بشكل كبير جدا على جدران المساجد وعلى أسقف الجوامع وفي البيوت التي تحب البردة وتعشق قراءة البردة، حتى أن هناك مجالس اسمها مجالس قراءة البردة، مجالس قراءة البردة. وأول بردة يا أستاذة هند كانت في الإسلام كانت من سيدنا كعب بن زهير بن أبي سلمى، وأنشدها بين يدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دي أول بردة في الإسلام لسيدنا كعب بن زهير بن أبي سلمى. وجاءت بعد جاءت بعد ذلك هذه القصائد النبوية، وسميت بالبردة ليه؟ لأنه بعد أن مدح بين يدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر له، فألقى سيدنا أو خلع عباءته أو هذه البردة الشريفة لسيدنا، وأهداها لكعب ابن زهير ابن أبي سلمى. لذلك جاءت تسمية هذه القصائد النبوية الكريمة التي يمدح فيها الشعراء المحبون سيدنا صلى الله عليه وسلم بالبردة. تمام. من ضمن برضو الرمزيات اللي موجودة ان انصاف القباب اللي محيطة بالقبة اللي في النص هي كتابة اسماء الخلفاء الراشدين الاربعة. في كل نصف قبة مكتوب اسم خليفة من الخلفاء الراشدين. كمان وجود النافورة في النص ده دليل على الجنة. كمان النقوش النباتية اللي ليس لها بداية وليس لها نهاية، دي بتدل على فكرة المصري القديم في الخلود. فده في مزج بين حضارة الفن الإسلامي والحضارة المصرية القديمة. كمان المئذنة بتاعت جامع محمد علي هي مئذنة ما نقولش عليها عثمانية، هي مئذنة خاصة بأسرة محمد علي، لأن المئذنة العثمانية معروف إنها رفيعة وطويلة شبه القلم الرصاص، بتكون قصيرة. أما بتاعت محمد علي طويلة، يعني دي مئذنة خاصة بأسرة محمد علي، زيها اللي موجودة برضو في جامع الحسين. دي مآذن أسرة محمد علي وليست عثمانية. أيضا في إطار الحديث عن جامع محمد علي باشا والجوانب يعني المساحة المتسعة له، مستويات التعامل السياحي، يعني جماليات الجذب السياحي في هذا المسجد التاريخي أو هذا الجامع الكبير. هو وجود جامع محمد علي في أعلى نقطة في القاهرة فدي بتجذب ليها الأنظار خصوصا من السياح، لأن ليها موقع استراتيجي. إن السايح لما يجي مصر هيطلع قلعة صلاح الدين، يدخل جامع محمد علي يبقى شايف القاهرة كلها حواليه. كمان الفن المختلف والطراز والتصميم اللي موجود في جامع محمد علي مش موجود في جوامع مصر، لأن زي ما قلنا إن هو مش أصل التصميم مصري، هو ده تصميم عثماني مخلوط بكمان التأثيرات البيزنطية والفن الإسلامي وفيه كتابات بالفارسي. فهو جامع حضارات كتير وثقافات كتير مش موجودة في الجوامع المصرية، فهو ملفت للأنظار. نشوف برضو بعض الصور. أيوة، ده المنبر المرمر بتاع الملك فاروق، وده المحراب، دي المسلة، دي المئذنة. ده جامع محمد علي، ده القبر بتاع محمد علي من النحاس.
لذلك حتى يمكن محمد علي كان بيتخذ من القلعة مكان للإقامة في قصر الجوهرة. أيوة قصر بالظبط. الجوهرة قريب من مكان موضع أيوة مظبوط. بناء المسجد أو الجامع يعني. وده القصر الجوهرة كان موجود، وتم حكم مصر من خلال قصر الجوهرة. وفي عهد الخديوي إسماعيل نزل من قصر الجوهرة على قصر عابدين. أيوة. في هو مراحل تالية أو مراحل تولي أبناء محمد علي الحكم في مصر. هو محمد علي كان بيتابع الحكم من قصر الجوهرة، وبنى الصرح العظيم ده كله، وما لحقش ان هو يحضر الاحتفال ويتوفى في الاخر، بس اتدفن فيه، بالرغم ان هو كان عامل ليه برضه صرح تاني وضريح ان هو يتدفن فيه، لكن ما اتدفنش فيه، ابنائه اللي اتدفنوا فيه، وهو اتدفن في جامع محمد علي. دايما كباحثة تاريخية بتهتم بانك تنشري على صفحتك يعني هذه التفاصيل، و يعني الواحد كده لما يكون ليه هواية كده بيحبها ومزاج شخصي بعشق الآثار والتاريخ، وتحديدا وانت بتحبي جامع محمد علي، بتحاولي تظهري بعض الجوانب اللي بتلفت الانتباه لدى السائح او لدى محب هذه المناطق الأثرية التاريخية. طبيعي جدا، على قد ما بنقدر ان احنا بننزل اماكن وبنصورها وبننزل عنها ولو معلومة بسيطة، مع الصورة بتوضح اكتر. حتى في ناس ما تعرفش الحاجة دي، لو شافتها مثلا عندي او عند غيري بتبدأ انها تعرفها، لو لا احنا عاوزين نروح المكان ده ونشوفه، خصوصا عند السياح او غير المصريين. مصر فيها حاجات كتير نقدر ان احنا نشوفها، ونقدر ان احنا نعرف التاريخ بتاعنا من خلالها. بشكرك شكرا جزيلا أستاذة هند إبراهيم وعلى هذا اللقاء. ودائما في مصرنا الحبيبة كل ما هو جميل، في مصرنا الحبيبة كل ما هو نبيل، في مصرنا الحبيبة ما يجذب العالم إلى زيارتها. بشكرك وبشكر حضراتكم، ودمتم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمة الله.